لازم ما يعديش الشتاء الا نعمل شوربة خضار. هعملها لكم بطريقة مميزة جدا، الوانها حلوة زي ما انتم شايفين وطعمها لذيذ جدا جدا. طبعا لازم نحتاج خضروات بقى، وكل ما تكتري الخضروات كل ما تكتري القيمة الغذائية. عندي جزر وكوسة وبطاطس وكرنبيت وبصلاية كده. البصلاية يعني انا بحب ازودها لان البصل والثوم فيهم مضاد حيوي طبيعي، فبيبقوا حلوين قوي للبرد. الخضروات دي طبعا انت تحطي اي نوع خضروات انت عايزاها، ممكن تغيري حاجة تشيلي حاجة او تزودي، وكل ما تزودي كل ما القيمة الغذائية هتبقى احلى. شوربة الخضار بتتعمل في كل الاوقات وفي الشتاء خصوصا، وخصوصا للي عنده برد بتبقى حلوة. كمية فيتامينات عالية وطبيعية بتخلي الجسم يقاوم البرد. يلا بقى نشوف طريقتي انا بعملها. حطيت معلقة زبدة على النار وبعدين هبتدي احط الخضروات بتاعتي. تشويح الخضروات في الزبدة بيديلها طعم مميز جدا جدا، وكمان بتخلي الخضروات تدخل في السوى لانها بتخرج المية اللي فيها، فما بتاخدش سوى كتير في الشوربة، فبتفضل متماسكة وبتفضل بلونها. حطي اي نوع خضروات انت بتفضليه ولازم تقلبيهم كده مع الزبدة. خلي الخضروات تاخد من طعم الزبدة وكمان تدخل في السوى، هي هتستوي حوالي 20%. يعني السوا كله مش هيبقى كله في الشوربة، فده اللي هيخليها متماسكة وهيخليها محتفظة بالقيمة الغذائية ومحتفظة بلونها الجميل. لما تقدميها يبقى لونها مميز جدا جدا. شوحت الخضروات، هضيف بقى البصلة. انا ما ضفتهاش مع الخضروات من الاول لان مش عايزة البصلة تتهرى، انا عايزاها تبقى موجودة وباينة في الشوربة وانا بقدمها. شوربة لذيذة جدا، جربيها بالطريقة ديت. مش مجرد ان انتي تحطي الشوربة على الخضار وتبقى شوربة خضار، جربيها كده متشوحة مع معلقة الزبدة، طعمها خطير جدا، الكل هيحبها حتى لو ما بيحبهاش. هضيف بقى شوية ملح شوية فلفل علشان الخضروات بتاعتي، كده كده الشوربة فيها التوابل بتاعتها، بس انا زودت عشان الخضار بتاعي في النهاية الشوربة ما تبقاش عدبة. حابة تزودي حبهان او لوري مع الخضروات مفيش مشكلة، بس انا الشوربة بتاعتي انا مظبطاها، فمش محتاجة اي حاجة تانية. ومن كل وقت للتاني لازم اقلب الخضروات، وبعد كده هضيف الشوربة. هضيف شوربة لحد ما تغطي الخضروات بتاعتي. هسيبها بقى تغلي، وبعد الغليان بحوالي 10 دقايق كده هطفي عليها. انا عايزة الخضروات متماسكة عشان احتفظ بلونها واحتفظ بطعمها الجميل كمان. تابعوا الفيديو، فيه 3 انواع شرب حلوين قوي قوي، ينفعوا في الصيام. رمضان قرب، كل سنة وانتم طيبين، وينفعوا في كل وقت كمان. ده شكل الشوربة بتاعتي، شايفين حلوة جدا لسه سخنة بتطلع دخان اهي. الوانها لسه زاهية زي ما هي، قوام الخضروات متماسك. حقيقي لذيذة جدا جدا. من انواع الشوربة كمان اللذيذة في الصيام، ولو حد عامل دايت لذيذة جدا مشبعة. ولو انت بتقدميها كمان لأطفال، انت بتقدمي لهم مجموعة قيم غذائية عالية جدا من الخضروات. لو ما بيحبوش الخضروات جربي لهم الشوربة دي. وفي نوعين شوربة تانيين حلوين قوي، اتمنى تتابعوا الفيديو للآخر وقولوا لي في التعليقات بقى انه نوع شوربة عجبكم اكتر حاجة. واللي يجرب وصفة من الوصفات يكتب لي كمان في التعليقات. طبعا الراعي الرسمي للشتاء هي شوربة العدس، بروتين نباتي خفيف على المعدة. شوربة حلوة جدا جميلة جدا بتدفي، ومميزة انها بنضيف لها كمان خضروات بترفع القيمة الغذائية. وحلو جدا شوربة العدس كمان للي عنده برد. عندي هنا كمية من العدس، طبعا ربع كيلو نص كيلو حسب عدد افراد الاسرة. انا غسلتها وصفيتها وحطيتها في حلة. هضيف بقى جزرتين كده مقطعاهم مكعبات، وهضيف كمان بصلاية متوسطة مقطعاها اربع، وكمان هضيف حوالي 3 طماطميات كده متوسطين مقطعاهم انصص زي ما انتم شايفين. الطماطم والجزر بتدي قيمة غذائية وبتدي لون جميل جدا للعدس. عندي كمان بطاطساية متوسطة قطعتها مكعبات. البطاطساية هتديني قوام كده جميل لشوربة العدس، مش هتبقى خفيفة، هتدي قوام تقيل شوية، لان العدس لوحده مش هيبقى يدي القوام التقيل.
هضيف بقى ميه اغطي بيها العدس والخضروات اللي انا حطيتها، كميه مش كبيره يا دوب تغطيهم، وهرفعهم على النار حوالي نص ساعه. انا توتي ودي قناتي، ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وتشيريه عشان الكل يستفيد، ودعميني بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصلك كل اشعار جديد بكل وصفه انا بعملها في مطبخ توتي. هنا بعد نص ساعه الخضروات استوت وكمان العدس استوى. هطفي بقى النار وهاخدهم في الهاند بلندر او في الخلاط، وبعد كده هصفيهم وهرفعهم على النار تاني. هنعمل بقى كده تقلية حلوة للعدس ده تديله طعم مميز. جبت بصلاية متوسطة، حمرتها كده 3-4 معالق من الزيت. هضيف بقى للعدس بتاعي الملح بتاعه، وهضيف كمان كمون، وهضيف كمان حاجة بسيطة كده من الشطة، ودي اختياري لو انتي مش عايزة تحطي شطة، بس برضو يعني ربع معلقة من الشطة مش هتخليه حراق، لكن بتدي طعم جميل. الكمون معلقة صغيرة، والملح طبعا حسب الرغبة. هسيبهم بقى يغلوا كده شوية. ادي البصلة احمرت معايا، اخدت لون ذهبي جميل. عملت بقى الطشة بتاعة العدس، هسيبه يغلي وبعد كده هقدمه وبألف هنا وشفا. شايفين لونه جميل ازاي؟ طعمه مميز جدا. الشوربة التانية شوربة خفيفة وتنفع للي عامل دايت، للي عايز أكلة خفيفة، أو حتى حد بردان وملوش نفس للأكل، فهي شوربة ومكرونة في نفس الوقت، حاجة مغذية ولذيذة جدا. وكمان في آخر الفيديو هتعرفوا أنا بضيف لها ايه. جيبي كمان مكرونة يعني ما يكونش حجمها كبير قوي، يكون حجمها متوسط أو صغير، وأنا بفضل الصغير. دي المكرونة اللي أنا استخدمتها، مكرونة أصغر حاجة بأي شكل تكون مش هتفرق، بس اهم حاجة انها تكون صغيرة، لانها لو كبيرة لسه هتشرب من الشوربة وحجمها هيزيد. يعني شايفين انا قربتها للكاميرا، الحجم ده كويس جدا جدا للمكرونة اللي بالشوربة. المكون التاني بقى في شوربة المكرونة هما مكونين اتنين، المكرونة والشوربة. طبعا شوربة لحمة، شوربة فراخ، شوربة مواسير حلوة جدا على فكرة. شوربة المواسير وصحية وكلها فيتامينات وهايلة، فيها كولاجين كتير بيبقى ينفع للبشرة وللعظم. دي الشوربة بتاعتي، دي كانت شوربة فراخ. ممكن بقى انت تستخدمي اي نوع شوربة عندك، طبعا فيها التوابل بتاعتها. انا هقولك الشوربة بتاعتي انا بضيف فيها ايه. بضيف فيها هنا الشوربة غليت على النار، هضيف بقى المكرونة. دلوقتي هقولك كمان كمية الشوربة المطلوبة لكمية المكرونة اللي انت هتعمليها. هقول لكم بس انا بضيف ايه للشوربه. بضيف طماطمتين كده متوسطين بشراهم، وبصلايه صغيره بشراها، وبصلايه سليمه بقطعها اربع، وبضيف ملح وفلفل، وانا بحب ازود الفلفل الاسمر شويه. انت ممكن بقى تضيفي حبهان، ورق لوري، اي توابل انت بتحبيها للشوربه بتاعتك. الشوربه بتاعتي كميه المكرونه بتحطي قدها 4 مرات شوربة، يعني لو كوباية مكرونة بتضيفي 4 كوبايات من الشوربة، لأنها بتستهلك حوالي كوباية ونص أو كوبايتين في التسوية، وعشان يتبقى شوربة كمان تقدميها مع المكرونة. طبعا أنا مش هضيف ولا ملح ولا أي حاجة، هي الشوربة بتاعتي فيها كل حاجة. من وقت للتاني هقلبها علشان ما تلزقش في قاع الحلة، وكمان علشان تبقى مفرفرة كده وحلوة، وما تكتريش كمية المكرونة لو الشوربة قليلة عشان ما تعجنش. وده كده شكلها بعد التسوية. طعمها لذيذ جدا، خفيفة جدا على المعدة، تنفع عايز أكلة سريعة أو عايز سناك بين الوجبات، يعني حلوة قوي قوي، أو حتى عشاء خفيف في الشتاء، جميلة جدا جدا. وأهم حاجة تظبطي الشوربة عشان تاخدي طعم جميل لشوربة المكرونة اللي انت عاملاها. المكرونة ديت كمان تنفع جدا للأطفال، حلوة قوي ومغذية. في إضافات بسيطة كده، لو حابة ممكن تضيفي ليمون للي بيحب الليمون، او حد بردان لازم يضيف بقى ليمون على الشوربة عشان يزود فيتامين سي في الاكل بتاعه. اضافة كمان دي اختياري لو انتي مش عايزاها، بس حلوة قوي بتدي طعم جميل. بتضيفي رشة من الشطة. طبعا تحطي كتير تحطي قليل، دي حاجة ترجعلك. ونصيحة لو حد بقى عنده برد، يعني زودي سنة الشطة شوية في المكرونة دي، هتدي طاقة للجسم، والجسم هيدفى وهيسخن، وهتلاقي ان البرد خرج من الجسم بسبب الشوربة دي عن تجربة. اتمنى بقى تجربوها وتكتبوا لي في التعليقات.
دي وصفة سهلة جدا، ما بتاخدش 10 دقايق اساسا في التسوية. لو حد جعان، حد جاي من الدرس وعايز اكل، حد رايح درس وعايز اكل، حد عايز عشا خفيف، حلوة جدا. اتمنى تجربوها. ولو ناسيين الوصفة دي، انا دي فكرتكم بيها، اعملوها. حلوة جدا كمان على سفرة رمضان. كل الشربات اللي انا عملتها النهاردة تنفع في ايام البرد، وتنفع كمان لسفرة رمضان. كل سنة وانتم طيبين.